في نفس السياق، رغم أن القطاع الخاص بالجزائر فتح المجال أمام العديد من الشباب البطال، إلا أن غالبية الجزائريين يفضلون العمل في القطاع العام على القطاع الخاص. نتعرف على الأسباب في تقرير سلف دعمش. يفضل غالبية الجزائريين العمل بالقطاع العام على الخاص باعتبار أن هذا الأخير يوفر لهم امتيازات لا يوفرها نظيره الخاص، حيث بلغ عدد العاملين بالوظيف العمومي سنة 2012 ما يزيد عن 1.9 مليون عامل في مختلف القطاعات، 86% منها مناصب عمل دائمة. الدولة خير فيها لاسيرونس لا رتات مليحة صوالح بزاف ملاح الدولة. خيفي ما شوية حقاري يحقروا شوية يروطردوا في الخلاص بزاف صوالح. أصحاب المؤسسات الخاصة أرجعوا هذه النسبة والرغبة في اختيار المؤسسات العمومية على الخاصة لكون الشركات العمومية لا توظف حسب الاحتياجات، وهو ما جاء على لسان المسؤول الأول عن قطاع العمل بالجزائر الذي أكد أن مليون موظف فائض في الوظيفة العمومية. وما كاش قوانين اللي تحمي العمل في القطاع الخاص. باغ كونت في القطاع العام كيما نقولوا حنايا يا لا بيرينيتي دو لومبلوا، يعني كيما نقولوا حنا لومبلوا يكون بيرمانون، ولكن يكون كيما نقولوا حنا لو سالير محدود. النهار اللي نقولوا حنا في الجزائر يتطور القطاع العام، القطاع الخاص عفوا، الناس ستتجه للقطاع الخاص. النهار اللي الجزائر تلحق هذاك المستوى والنمو اللي يكون مستنبط من القطاع الخاص ومش القطاع العام، الاغلبيه تاع الناس ما توليش تروح القطاع العام. الجزائر التي تحصي قرابة نصف مليون شركة خاصة وعامة، ومع الأزمة الاقتصادية فالجزائر مطالبة بإعادة النظر في آليات التوظيف.